أعزائي المشاهدين والمتابعين في كل مكان، أهالي مركز قسمة خاصة وكل أهالي محافظة الأقصر عامة. طبعا دائما كنا بنقول القائد في قلب الحدث، ومفيش أجمل ولا أفضل من أن يكون الحدث لقاء شيق مع شخصية محترمة من الشخصيات البارزة والرموز المهمة في مركز قسمة، الدكتور محمد عبد المحسن مجاهد. النهارده ظهر علينا نجم لامع ساطع في سماء مركز قسمة، الدكتور محمد عبد المحسن مجاهد، وهو يحمل خلفية سياسية بعائلة عريقة لها باع طويل في العمل السياسي، وهي آلة مجاهد في مركز قسمة. مرحبا بك يا دكتور. اهلا وسهلا يا استاذ علاء. انا برحب بيك في منزلنا المتواضع وبرضه بيتك، ربنا يبارك فيك، وبيت كل اهالي قسمة. احنا دايما بيتنا مفتوح للجميع، وبنشرف باي حد يكون عندنا، واحنا طبيعتنا بنحب الضيف وبنحب خالص ان الناس تيجي تزورنا. طيب يا دكتور، يعني بص، انا دايما في لقاءاتي او في اي حديث بحب التواضع في الكلام، يعني ما بحبش المصطلحات اللي هي اللي بقى حضرتك بتبقى كبيره على بعض الناس ما توصلهاش الفكره. النهارده الدكتور محمد عبد المحسن مجاهد تقدم باوراقه للترشيح في مركز قسمة علشان يبقى نائب في مجلس النواب 2025. المواطن البسيط اللي في الشارع بيسمع كلمه مشروعات ومصانع وشركات، ورغم ان كل الحاجات دي بتبقى بعيده كل البعد عن المشاكل الاساسيه اللي بيعيشها المواطن في اسمه. ايه الرؤيه اللي شايفها الدكتور محمد عبد المحسن لمركز اسمه، للمواطن البسيط في مركز اسمه؟ بالنسبه لمركز قسمة، احنا هنتكلم عن المشاكل اليوميه اللي هي بتمس المواطن كل يوم. جميل. انا مبدئيا مش يعني انا محسوب على عيله مجاهد، بس انا ابن كل بيت مركز اسمه مظبوط، وابن كل بيت في محافظه الاقصر عامه، لان برضه انا شغلي في مستشفى الكرنك كان ليه فضل كبير عليا، وزمايلي في مستشفى الكرنك في هيئه العامه للرعايه الصحيه كان ليهم فضل كبير عليا. لله عملك مشكور، وكل خدماتك مشكوره في المستشفى، كل اللي بيروح بيشوفها. ربنا يبارك فيك يا فندم. تمام. المشاكل اليوميه، انا قبل ما اكون راجل دكتور انا راجل مزارع. جميل. وبفهم كويس خالص في الزراعه، لان انا عاصرت الزراعه مع والدي، ولحقت كده ايام بسيطه من جدي. وبرضه معايا جدي الام كان مفتش زراعه في مصنع سكر دشنا، كان مدير مصنع سكر دشنا. فموضوع الزراعه ده انا ملم جديد كويس. بنيجي النهارده نتكلم عن محصول استراتيجي زي محصول بصل. انا عندي يعني اكبر نسبه زراعه اسمها زراعه البصل، مظبوط، يليها الطماطم والموز. مظبوط. يعني نتكلم على مشاكل المزارع اليوميه اللي ما بتخلصش، مشاكل الري. مفيش مزارع في اسمه ملوش مشكله مع الري. مظبوط. فاحنا محتاجين برضه نائب او مسؤول يعمل توافق ما بين الري وما بين المزارع، لازم يقعد مع ده ويقعد مع ده. مشكله السماد برضه. نيجي بعد كده الحاجه الثانيه، مشكله السماد. انا النهارده كمزارع لو انا بتكلم في مشكله القصب، انا بيصرف لي الحاجه بتاعتي على مرتين، يعني بيقسم لي الصفيه بتاعتي على مرتين. اول مره في شهر 9، في بدايه شهر 9 اول 10، والمره الثانيه بيرجع يصرفها لي في شهر كام؟ 8 او 9 اللي بعده، في فرق 10 11 شهر، دوره كامله. طب انا كمزارع بزرع قصب، عزم القصب بتاعي والساده المزارعين كلهم عارفين الكلام ده، يبقى في شهر 5 وشهر 6، ده عزم الزرع. مظبوط. طب انا معايا نص الكميه الثانيه لسه ما اشتريتهاش، بروح اعمل ايه بقى يا استاذ علاء؟ بروح اشتري من السوق السوداء بسعر عالي جدا. فده بيعمل ايه؟ بيخلي نسبه المكسب بتاعت المزارع ضئيله جدا، مش بيهتم اصلا. وفي مزارعين وزراعه القصب طبعا دي زي ما احنا عارفين، دي عامله زي الصغير العيل الصغير اللي انت بتربيه. لو ده في مشكله كمان يا دكتور حاليا، يعني في الوقت الحالي دلوقتي، ان مفيش توفير في السماد في الجمعيات الزراعيه. يعني هو كمان يعني موضوع الجمعيات الزراعيه، المفروض الجمعيات الزراعيه دي برضه من ضمن المقترحات اللي ممكن نقولها، المفروض يبقى لها حساب في البنك. مظبوط. وتصرف لها حصتها كامله عشان توفر وانا اخد من المزارع واورد للبنك، ده افضل، لان برضه اغلب الجمعيات الزراعيه ما فيهاش فلوس كافيه ان انا اشتري كميه المزارعين كلها المتحيزه عندي. تمام. فدي برضه مشكله، ودي ايه؟ حل من الحلول اللي هو سهل جدا ان هو النهارده احنا عارفين ان الدوله باذله مجهود جامد في التنميه المستدامه، وان هي ترعى كل مواطن النهارده تجاه الدوله
ما تجيش او ان هو عاوز يرضي فئه معينه. لا طبعا. النهارده اتجاه الدوله بسم الله ما شاء الله هي عاوز ترضي الناس كلها. السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي يعني عاملين خطه للتنميه المستدامه للدوله 2030 2030 كل مناحي